ومن الضلالات والبدع التي يمارسها أو قد مارسها بعض المسلمين من ساق وراء الكفرة الذين يعظمون عيد المولد أو بما يسمى بعيد رأس السنة، ونحن نعجب كيف بأولئك أو ببعض أولئك المسلمين الذين عاشوا بين المسلمين يسعون وراء أولئك الكفار، يسعون وراءهم ويتبعون ما يحدث منهم في تلك الليلة. فمثل هذه الأعياد لا يجوز الاحتفال بها، ولا يجوز للمسلم أن يرفع لها شأنا بمتابعتها أو بالقراءة عنها، بل يصد عنها. فإذا كان المسلم لا يجوز له أن يحتفل بالعام الهجري، ولا يجوز له أن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يحتفل مع هؤلاء أو يتابع هؤلاء فيما يذهبون إليه؟ وكيف يتابعهم وهم الذين ما فتئوا يشوهون شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصور وبالرسوم وبالأقلام وبالأفلام المبرمجة؟ كيف ينساق مسلم وراء هؤلاء؟ فهذا من البدع وهذا من الضلالات.